لو انت مسلم وبتصلي فلازم تكون عارف الحاجات دي عن الوضوء. الوضوء هو شرط من شروط إتمام الصلاة. يعني الصلاة ما تنفعش غير ما الوضوء يكون صحيح، وانت لازم اصلا تكون عارف انت بتستفيد إيه من الوضوء. اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل قطرة مية بتنزل منك وانت بتتوضى بينزل معاها ذنب. انت بتغسل منك بينزل ذنوب من ايدك، بتغسل شعرك بينزل، وبتغسل من عينك، فاهم؟ كل قطرة مية بتنزل بينزل معاها ذنب. تاني حاجة وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمته يوم القيامة بيجوا في المكان اللي هم متوضين فيه ده بيكون في نور، والرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا بكده. يعني أنت لما بتكون غاسل إيدك مثلا لحد هنا، فأنت بتزود لحد هنا، في الجزء ده كله بيكون نور يوم القيامة. فاهم؟ وجهك بيكون في نور يوم القيامة، وشعرك وده كده كل ده بيكون نور يوم القيامة ليك. فاهم؟ وده حديث برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة، وده فضل كبير من الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في دعاء لو قلت وأنت بتتوضأ أو بعد الوضوء يعني، ربنا عز وجل هيفتح لك الثمان أبواب بتوع الجنة وتخش من الباب اللي أنت عاوزه. إيه الدعاء ده بقى؟ والدعاء هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني الكلمات دي اللي هي الجملة دي اللي مش تاخد منك ثانيتين بعد الوضوء كده، تفتح لك ثمان أبواب للجنة وتخش من الباب اللي أنت عاوزه. ولازم تكون عارف إن العلماء قالوا إن الوضوء ليه أهميات كتير جدا، منها بأهمية للبشرة وأهمية لغسل العين وأهمية لكل حاجة. كل جزء أنت بتتوضأ، يعني أنت تخيل بتغسل الجزء ده 5 مرات مثلا في اليوم. فأنت دي ليها أهمية كبيرة جدا وبتفيدك كتير في الصحة، فاهم؟ لازم تكون عارف إن قبل الوضوء لازم تنوي الوضوء. يعني أنت لازم بتنوي الوضوء، اللي هو إيه، أنت داخل أهو تغسل وشك، فأنت بتنوي اللي أنت هتغسل إيدك وتنوي اللي أنت هتغسل وشك وكده. لازم يكون في نية للوضوء قبل الوضوء أصلا. وما تنساش إن الوضوء طهارة للمسلم. وكان معاكم معاذ محمود. سلام.